السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جايه لكم النهاردة إن شاء الله في فيديو جديد، واللي مش مشترك معايا يشترك معايا ويدوس لايك وتنورونا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من عائلة أم حنين. إن شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل نجرسكو. اللهم صل على النبي. أنا دلوقتي معايا 2 كيلو لبن. طبعا الأول هنغلي اللبن بتاعنا لازم، طبعا عشان البكتيريا. طبعا معانا الفلفل الالوان. نقطع بقى ايه ونجهز حاجتنا كده الاول. تمام كده. اهوت يا حبايبي، لازم تقطعيه شرايح كده الاول طويله وبعد كده تقطعي. طبعا احنا كلنا بسم الله ما شاء الله علينا شطار وستات بيوت شاطره، بس احنا بنعلم البنوتات الصغيره اللي لسه اول مره يخشوا المطبخ. تمام كده. وعندنا برضو شباب اولادنا متغربين بره. شفتوا بقى الفلفلايه دي؟ سبحان الله، جيت افتح الفلفلايه لقيت فيها يعني فلفل صغير جوه لونه اخضر. سبحان الله. طبعا لو ما فيش فلفل يعني الوان، ممكن تشتغلي بفلفل اخضر عادي برضو، اللي متوفر عندك تشتغلي بيه. تمام كده. بس هو فلفل الالوان بدي يعني ايه، بدي لون كده حلو برضو، وبدي تيست عالي جدا في الطعم، وبيبقى طعمه تحفه بصراحه برضو. تمام. طبعا احنا لازم نغلي اللبن، لازم اللبن يتغلي. ربنا يعفو عنا يا رب ويرحمنا برحمته في الغلا اللي احنا فيه ده. اه يا حبايبي. واللي وصل معايا لحد كده ما ينساش اللايك والكومنتات الحلوة بتاعتكم. اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو، بالله عليكم حطوا اللايك ما تكسلوش. اللي يتفرج على الفيديو يحط اللايك. تقطيع الفلفل ده بقى طبعا يعني حسب بمزاجك انتي. تقطعيه زي شرايح رفيعة صغيرة زي كده، اللي يريحك يعني. طبعا اللبن اهو لازم تقلبيه عشان البكتيريا، اهو طبعا هيغلي معانا. ودي البصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طول ما احنا واقفين يا جماعه ذكر الله دايما في لساننا. مش هيخس علينا حاجه والله لما احنا دايما يعني ذكر الله، حتى واحنا بنغسل مواعين واحنا بننظف واحنا بنطبخ، دايما على طول كده ذكر الله على طول في بقنا دايما. بجد يعني حاجه جميله بصراحه لما دايما تذكري الله كده. تمام كده يا جماعة. بصوا انا معايا صدر الفرخة، هي فرخة كاملة طبعا، بس احنا هناخد بس الصدر وهنشيل الوركين بتوع الفرخة يعني. التقطيعة اللي انت عايزاها براحتك، يعني عايزة تعملها مكعبات تعملها شرايح رفيعة، اللي يريحك واللي انت بتحبيه. تمام كده.
طبعا حطينا الميه، طبعا هنغلي الميه. حطيت معلقه زيت كده وشويه ملح، والميه غلت معانا. طبعا هننزل المكرونه. عايزه تحط المكرونه الاسباجيتا بحالها برضو اللي يريحك، بس انا يعني كسرتها اتنين عشان انا ولادي بيحبوها كده. اللي ولادك بيحبوه انت تعمليه، يعني انا ممكن نعملها طويله كده العيال مش برضو ياكلوها بصراحه. بجد كانت، يعني بجد نجرسكو كانت تحفه جدا. كانت جميله جدا جدا، تستاهل بقكم والله. كانت حلوه جدا جدا يعني. اللهم صل على النبي. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه ما ينساش الكومنتات واللايكات، ويكتب لنا كومنتات حلوه كده زيه. ربنا يبارك فيكم يا رب، بجد انتوا عيلتي التانية وانا بحبكم في الله. دايما تشجعوني، ودايما انتوا تكتبوا لي كلام حلو جدا وكومنتات حلوة. ان شاء الله هفضل معاكم ان شاء الله باذن الله، وافضل مستمرة باذن الله يعني. طبعا احنا كان الفراخ بتاعتنا، طبعا انا كنت غسلاها ونقعها بالليمون وحطيتها في المصفى الصف. التقطيعة اللي انت عايزاها براحتك. طبعا جبنا الطاسة بتاعتنا، حطينا شوية زيت اهو. طبعا اول ما الزيت يسخن هنزل على طول بقى ايه بالبصل. اه يا حبايبي نزلت بالبصل اهو. طبعا احنا هندي البصل يعني تتبيله، يعني مش مثلا نحمره، لا احنا ايه، هنتبله شويه، نحط بقى شويه ملح كده صغيرين عشان الملح بيخليه متبل شويه. اهو. دي معلقه توم صغيره كده، توم متفرز. اهو يا حبايبي. اهو تدبل اهيت البصلايه. دي الشاورما اللي احنا عاملينها اهي عشان النجرسكو. طبعا نزلت بالفراخ، طبعا انا غسلاها غسله كويسه ونقعاها بالملح والخل والليمون، وسبتها كمان تتصفى. تمام كده. اهي سهله وبسيطه وجميله جدا وخفيفه ولذيذه وطعمها زي السكر. حاجه كده فاخر من الاخر بصراحه يعني. الله الله على الجمال، ولا الريحه يا جماعه، الريحه كانت جميله جدا. كانت قلب العماره بتاعتنا كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. طبعا البهارات بتاعتنا، الملح، شوية كمون، شوية فلفل اسمر، بهارات فراخ. لو عندك كزبرة ممكن تحط كزبرة، بس الصراحة ما كانش عندي كزبرة. وما تحطيش بهارات اكتر من كده، يعني بهارات ما بحبهاش زيادة عن اللزوم. هو كده حلو قوي. محمد ابني كان داخل في الوقت ده بيقول لي يا روايحك يا ماما.
يا روايحك واكل ريحته طالعه، والله كان بيقول لي كده. نزلنا بقى بالفلفل الالوان اهو. طبعا الكميه اللي انت عايزاها بتشتغلي بيها عادي، بس انا عشان انا هعمل صينيه كبيره مزوده شويه. يا سلام على الالوان. معانا برضك الزيتون اهوت، الزيتون المخلي برضك حطيته برضك اهو. احنا ان شاء الله الوقت هنعمل البشاميل بتاعنا. دي 5 معالق سمنة بلدي. لو عندك زبدة حط زبدة، سمنة كريستال، روابي، اللي متوفر اشتغلي بيه، بس هي دي كانت سمنة بلدي. حطيت كمان معلقة زيت اهيت معاها. اهي يا حبايبي. اهو حطيت الدقيق كده. ما تخافيش ولا هيكلكع منك ولا يعمل منك اي حاجة، ولا تحتاجي الخلاط ولا اي حاجة. ما تخافيش. يعني في ناس تقولك ده بيكلكع ومش عارف ايه. لا، امشي بس ورا خطواتي خطوة بخطوة، وان شاء الله مش هيكلكع منك ويبقى زي الفل، ويبقى احلى بشاميل معاكي. هو لازم لازم تسوي الدقيق، لازم تشمي الدقيق ان هو خلاص ريحته استوت، وبعد كده ننزل باللبن. ممكن كمية اللبن براحتك، يعني ممكن تحطي مثلا كوبايتين اللي هي المية السليق بتاع اللهم صل على النبي بتاع المكرونة، وتزودي لبن عادي برضو. يعني مثلا كيلو من ده وكوبايتين من ده عادي، بس انا عشان عاملة صينية كبيرة كنت عاملة 2 كيلو لبن، وخدت برضو كوبايتين مية من بتاعة السليق المكرونة. جميلة جدا، جربوها وهتعجبكم جدا جدا. طبعا هنحط فلفل اسمر وشوية ملح صغيرين، وهحط يعني لا يذكر جوزة الطيب. طبعا هيقولوا حرام وكده، انا مش بحط كتير، هي جوزة الطيب حاجات بسيطة لو متوفرة عندك، مش متوفرة خلاص. هو فلفل اسمر وملح وخلاص، حلوة قوي كده. طبعا البشاميل اللي بتاع النجرسكو ما يبقاش تقيل زي البشاميل بتاع المكرونه البشاميل. البشاميل بتاع النجرسكو بيبقى سايل شويه، يعني جوسي كده وخفيف. تمام كده، عشان البنوتات الصغيره تبقى فاهمه برضك الحته دي. اهو زي ما انتوا شايفين كده بيبقى جوسي كده وخفيف. بسم الله ما شاء الله، يعني بجد. اهو بصوا، طبعا المكرونه انا قسمتها على 2. اهو يا حبايبي، حطيت مكرونه وحطيت كمان البشاميل اهو. انا غرقتها بشاميل. انا بحبها تبقى شوز كده، والبشاميل بتاعها اكتر من المكرونه ذات نفسها. تمام. طبعا نحط الحشوه بتاعتنا هي. بصراحه الحشوه يعني جميله جميله بصراحه، عايزه كده رغيفين عيش كده تتاكل لوحدها. تمام كده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا جماله وحركاته وتكاته، تحفه تحفه. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك، اللايك والشير يا جماعه، والكومنتات الحلوه بتاعتكم. اهو يا حبايبي. تمام كده. طبعا الجبنه الموزاريلا بتاعتنا، نوع الجبنه اي انواع جبنه انا بستعملها المتحده والفريش، مفيش انضف منه بصراحه. المتحده والفريش، جبنه فريش ده، اي نوع في حاجه من الفريش تحفه. المطه بتاعتها جميله، بحبها جدا جدا. حتى المتحده المطه بتاعتها برضو حلوه. بس طبعا المتحده غليت شويه، بقت غاليه شويه. يعني كنت جايباها اخر مره كانت الكيلو عامل 100 جنيه، الوقت والله تقريبا ب130. تمام كده. طبعا احنا بقى نرص بقيه المكرونه، نغطي وشها كده. حاجه كده والله تحفه، تستاهل بقكم. جربوها على طريقتي بجد هتعجبكم جدا، وخفيفه ولذيذه وطعمها حلو. طبعا وهو بقى الفرن بتاعك فرن عادي زي بتاعي، على درجة حرارة ما تكونش عالية. يعني هو اصلا انتوا عارفين البوتاجاز اللي هو العادي اللي احنا بنشوي فيه السمك، دي عندي. انا عندي البوتاجاز بتاع الفرن بتاع البوتاجاز. طبعا لو هتدخليها تدخليها على درجة 180. تمام. وبعد كده اه يا حبايب، طبعا البشاميل بتاعنا لازم يكون خفيف مش تقيل. تمام كده. اهو يا حبايبي. تمام. اهو يا حبايبي كده غطينا الوش خالص اهوت بالبشاميل بتاعنا. وطبعا هنحط برضو جبنه، جبنه شيدر، جبنه رومي، ميكس جبن، جبنه موزاريلا، اللي عندك اشتغلي بيه. انا كان عندي جبنه موزاريلا، وحتى والله كان عندي جبنه ميكس جبن، بس كان في الفريزر بقى، وانا مش قادره اقلب الفريزر عليه بصراحه. معرفش العيال نزلوه تحت خالص في الفريزر، بس هي اللي متوفر اشتغلي بيه يعني. تمام. اهو كده. اهو يا حبيبي. طبعا احنا دخلناها الفرن، وطبعا بسم الله ما شاء الله طلعتها من الفرن اهي. اهو يا روحي بصوا، جميلة جميلة سايحة ونايحة في بعضها كده. والله كانت سكر سكر كده بجد، حاجة فاخر كده من الاخر. والله الطعم تحفة، تستاهل بقكم. جميلة جميلة جميلة. اهي يا حبايبي. هي سايحة في بعضها. بسم الله ما شاء الله.
اهي يا حبايبي. جربوها على طريقتي هتعجبكم جدا. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عائلة ام حنين، ونكبر بيكم ان شاء الله باذن الله يا حبايبي. واستوعدكم الله في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.